مامتي عند ربنا من 2015. هي كانت عيانة، يعني كان عندها كانسر، بس ما كنتش فاهمة انه المرض ده نهايته ايه. ماما كنا بنضحك مع بعض، بنغني مع بعض، بنعمل كل حاجة سوا. فكانت صاحبتي الوحيدة. بدأت تتعب أكتر وتاخد كيماوي، شعرها يقع، شكلها يتغير، بدأت تكون مش مدركة اللي حواليها. أول عيد وماما متدمرة حسيت إنه هو فين العيد، يعني ما كنتش حاسة بحاجة. كان في حاجة وجعاني قوي، إن هي كانت بتبقى تعبانة جدا في الأوضة التانية، الأوضة اللي هي على بعد خطوات مني، وأنا مش قادرة أعمل لها حاجة، يعني مش قادرة أكون جنبها من كتر الصريخ والألم. أنا قعدت في الأوضة قلت له يا رب، أنا جوايا إيمان إن هي هتخف، لكن الطريقة الوحيدة إن الألم يمشي ويسيبها هي إن هي تيجي عندك، خليها تيجي عندك. لحد ما جه يوم بقى، يوم 19/6/2015. اليوم ده بقى أنا بصيت كده برا أوضتي، لقيت حركة غريبة، ولقيت خالاتي بيعيطوا، ففهمت، يعني فهمت إن ماما راحت السما.